خضيت مش عارف وش
جاءت سهلة بعد ذلك لتير شتيجن. كم كان سيندم على إضاعة هذه الفرصة إذا خرج فريق بنتيجة بخسارة في مباراة برشلونة. نيمار أمام هذه الكرة، ليونيل ميسي يلعبها لكنها عند الدفاع، يستعيدها بعد ذلك أليكس فيدال. لوكا دين إلى نيمار، يغير اتجاه اللعب على جهة اليمين. كرات بين لاعبي برشلونة اللي عنده في دكة البدلاء سيرجي روبرتو، ماركو الكاثر في نواحي هجومية كلاعب ممكن مشاهدتهم، كذلك أندري غوميز لاعب خط الوسط. ماسيرانو موجود في دكة البدلاء، وتيتي موجود أيضا. هذه كرة ممتازة على جهة اليسار، عمل رائع من جانب لوكا دين. لا تكتمل كرة صورته في اللقطة الماضية أو لوحته، لأنه التغطية كانت أمامه. بعد ذلك تبعد من عناصر بيتيس. علي توسكا، سواريز كان في الضغط في اللقطة الماضية أمامنا. عيسى مندي اللاعب الجزائري، النجم الجزائري في قائمة ريال بيتيس الملقب بالفيردي بلانكوس. اليوم يلعبون من أجل الحصول على نتيجة جيدة ضد برشلونة، ولكن بالتأكيد فإنه في نفس الوقت لا يحبون لمنافسهم التقليدي إشبيليا أن يذهب بعيدا، أن ينافس على الليغا. كرة على جهة اليسار، محاولة لمصلحة الفريق بيتيس عن طريق روبن، أو كانت بجانب إليزادور ميسي المتقدم للأمام. محاولة الآن أليجريا على جهة اليمين، محاولات تبقى لمصلحة فريق بيتيس. الإيطالي كريستيانو بيتشيني، كرة بالخطأ إلى ماتيو للأمام في المساحة. هنالك سواريز يغير اتجاه اللاعب أو يسدد كرة على المرمى، أرادها مخادع الحارس، رد عليه الحارس، استقبلها بالصدر. أنطونيو أدان، سأتأكد من قدرتك على صد كرة سواريز في القادم. هذه كرة في وسط الملعب لمصلحة بيتيس، لمسة بينية. الكرة تبقى بيتروس بدون تركيز، وفي الأخير إلى رمية جانبية لفريق برشلونة. تسديدة لويس سواريز، نظرة إلى الجنب، نظرة إلى نيمار، وتسديدة إلى باتجاه المرمى. محاولة كانت لمخادعة الحارس أنطونيو آدان، اللي رد عليه باستقبال كرة بالصدر أنها كانت سهلة وأن الفكرة كانت خاطئة. عودة مرة أخرى للوكا دين. نيمار، دين، تدخل، استعيدها داني، وفي وسط الملعب حكم بمباراة يحتسب خطأ لبيتيس. عندهم شعار مهم جدا، وعندهم كلمات دائما ما يرددونها أنصارهم بالنسبة لبيتيس: فليحيا بيتيس حتى عندما يخسرون. بغض النظر عن النتائج، دائما الجماهير كانت قريبة جدا من النادي، ولذلك فإنه بيتيس حتى في الأوقات الصعبة كان يعود سريعا، كان قادر على العودة في بين كبار الليغا. هذه كرة، محاولة في مكان خطير. بيتيس، روبن كاسرو، الونتو مع بيتروس، مرة بيتروس يلعبها على جهة اليمين. بيتشيني الآن خطيرة لأصحاب الأرض. كريستيانو، بيتشيني ودين، يلعب الكرة العرضية، صدمت في الدفاع وتحولت بعد ذلك إلى ركنية. تحولت إلى ركنية. الكرة صدمت في لوكا دين، اللي بدأ أنه تعرض
انتقال ومجموعة من المدافعين. بيتيس يلعب بتراجع في خطوط الخلفية، ولكن خطير عندما تكون الكرة في حوزته على مستوى الهجوم. لوكا مرة أخرى دين، محاولة مرور لكن فيها تغطية، وبعد ذلك تحولت لمصلحة فريق ريال بيتيس. تير شتيجن، لقطة رائعة جدا في هذه المباراة، ردة فعل ممتازة أمام المحاولة الخطيرة من جانب دانيب. كرة تصل عند أردا توران، تدخل أمامه وبعد ذلك إلى رمية جانبية لبرشلونة. في الليغا 100 ومباراة جمعت بين الفريقين، 61 فوز للبارسا، 20 تعادل و20 انتصار لبيتيس. برشلونة يملك الكعب الأعلى في المواجهات بين الفريقين حتى في ميدانه. كرة تصل عند ليو، تمريرة بعد ذلك بالكعب جميلة لنيمار. نيمار، أردا توران، تحرك هجومي لبرشلونة، تبادل أدوار اليوم. نيمار يعود في بعض الأوقات، أردا يأخذ مكانه كجناح أيسر. نيمار يكشف الملعب ويبحث عن التمريرة، عن السحر، عن المهارة. نيمار ليو، بعد ذلك دينيس سواريز، جهة اليمين أليكس فيدال. تمريرات، محاولات بينية، قراها الدفاع بعدها امام سواريز، استعادها بيكي، يعيدها لبرشلونه. مجموعه من الكرات بالخطا من دينيس، هذه مشروع مرتده في وسط الملعب. روبين باردو يلعبها لمصلحه روبين كاسترو صاحب 8 اهداف، هداف الفريق في هذا الموسم حتى الان. وكره طويله، تغيير اتجاه اللاعب على الجهه اليمنى، ممتازه باتجاه كريستيانو. بيتشيني، هل يصل الكرة؟ يصل بيتشيني في الوقت المناسب، 1 على 1 امام دين. عدى من دين، يلعب كرة بينية سهلة بعد ذلك لتير شتيجن، سهلة لتير شتيجن. المدافع الإيطالي المجتهد، لا يملك مهارة عالية ولكن عنده قتالية عالية. لكن شوف اللاعب اللي غير اتجاه اللعب بشكل رائع جدا، روبين باردو. كرة تعود مرة أخرى للاعب برشلونة ماتيو نحو أردا توران لمن بعيدة كل البعد، في الأخير إلى رمية جانبية. بيتيس 61 خسارة من البارسا، أكثر فريق هزم بيتيس هو برشلونة، كما أن برشلونة أكثر من سجل في مرمى بيتيس 231 هدف. محاولة في مكان خطير، تمريرة متجه روبين كاسترو، يلعبها على جهة اليسار، دور ميسي الآن خطيرة لبيتيس، يلعب كرة قوية لكنها بعيدة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى. كرة وثانية وثالثة شاهدناها على مناطق برشلونة. الفريق الأخضر شجاع اليوم، يلعب بشجاعة كبيرة، عندما يتحول هجوم يشكل خطرا كبيرا على برشلونة. هذه ردة فعل بعد كرة من ريزادور ميسي، وقبلها من بيتشيني. ماتيو لتير شتيجن، انتشار أكثر من رائع لفريق فيكتور سانشيز. دينيس سواريز، لكن الحلول في المباريات المعقدة عند لويس إنريكي، المطالب بإيجاد حل للمباراة الصعبة هذا اليوم. كرة نقول صعبة بعد 23 دقيقة، لأنه على الورق هي في المتناول لبرشلونة بهدفين بثلاثة، ربما بأكثر من ذلك. هذا على الورق، على العشب نشاهد مباراة صعبة وعدم قدرة برشلونة على الوصول لمناطق بيتيس، وبدون أن نشاهد أي كرة خطيرة على مرمى الفريق الأخضر منذ بداية المباراة، منذ 23 دقيقة. راكيتيتش يكسب خطأ لراكي، دور مهم عند بوسكيتس في وسط الملعب. الآن تعرف تلاعب مثل بوسكيتس في وسط الملعب ليبدأ الهجمة بشكل سلس، بشكل جيد، وأيضا قاطع بارع للكرات أمام أي خصم. عمود فقري، لاعب مهم جدا في وسط الملعب لبرشلونة. لمسة بينية، محاولة لكنها بالخطأ من ليونيل، يستعيدها بعد ذلك فريق بيتيس في وسط الملعب. يا لها من مرور، ويا لها من مهارة، ويا لها من جميلة من دانيلي. كاسترو، خطيرة لبيتيس، روبين كاسترو مر، يلعب كرة صدمت في الدفاع، يا إلهي، خطيرة جدا لريال بيتيس في اللقطة الماضية. الله على دينيس، مرور محالي وجميل ومهاري من دينيس سواريز. عودة مرة أخرى في وسط الملعب، في عشوائية بعض الشيء عند برشلونة اليوم. الكرة في وسط الملعب عند أردا توران يبحث عن نيمار في 1 على 1، حتما يمر نيمار أمام الإيطالي بيتشيني. نيمار بين اثنين، حاول مر ويكسب خطأ نيمار، بين لاعب واثنين يمر نيمار بأمر نيمار.
يكسب خطأ في مكان خطير لمانولا، خطأ في مكان خطير لمصلحة البارسا بعد مرور بجانب نيمار. خطأ في هذه اللقطة. شوف اللمسة، المرور جميل، دانيب عدى بين لاعبين بطريقة رائعة بعد تقريبا ثواني من حديثي عن بوسكيتس. الكرة في مكان خطير لمصلحة البارسا. ليونيل ميسي ونيمار امام الكرة الثابتة لبرشلونة. حل مهم جدا في مباراة اليوم الصعبة حتى الآن، معقدة أمام فريق يلعب بتنظيم عالي بتركيز عالي، ولكن أمامهم اختبار. الكرة الثابتة الآن بين نيمار وميسي، فرصة لبرشلونة، محاولة لمخادعة حارس المرمى أنطونيو آدان. الكرة بعد 25 دقيقة لعب، مشروع هدف اللي سددها بعيدة جدا، كانت بقوة أكثر من عندما يهدأ اللاعبين يتحرك مشجعي فريق ريال بيتيس في المدرجات. أمر واحد ممكن أن يقضي على هذا كله بالنسبة لبرشلونة عندما يسجل في هذه المباراة، وبالتأكيد تتغير الكثير من الأشياء بعد ذلك. كرة تعود مرة أخرى، أليكس أليغريا، تغيير اتجاه اللاعب، جميلة من جانب داني على جهة اليسار، تحرك خطير ريزادور ميسي، يلعبها لروبن كاسترو داخل منطقة قوية لكنها بعيدة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى أخرى من جانب روبن. شوف أمامك اللاعب يقدم عملا كبيرا في وسط الملعب. ياما في الليغا نجوم بعيدين عن الأضواء، ورغم أن عندهم مواهب وإمكانيات كبيرة جدا. واحد منهم الرقم 10 في تشكيلة بيتيس في مباراة اليوم. طويل الكرة للأمام، وصعبة على اكس فيدال. ريزادور ميسي يحاول الظهير الايسر، مر عدى الظهير الايسر، مر يلعبها بعد ذلك لروبن كاسترو، خطيرة لبيتيس. روبن كاسترو يحافظ على كرته، يلعبون بشكل جيد. برشلونة قد بعض الاوقات يشعرنا انه متفاجئ من عرض الخصم في مباراة اليوم. هذه كرة تعود مرة اخرى لمصلحة بيتيس. الكرة تصطدم في الدفاع، بيكي يبعدها ولا زالت خطيرة عند روبن كاسترو، مر يحاول بعد ذلك الكرة عرضية، لوكا دين في التغطية. أليغري يحاول، أليغري أمام تغطية، حكم المباراة يحتسب خطأ لمصلحة بيتيس. وضعية المباراة تجعلك تتوقع أو تحسن النتيجة لمصلحة بيتيس، لأنهم يلعبون بمعنويات عالية وبرشلونة مهزوز بعض الشيء. هي لا زالت متعادلة، لكن برشلونة ليس في أفضل حالاته اليوم. نقول بعد 28 دقيقة لعب في المباراة. لمسة على جهة اليسار، ريتسيلان لمصلحة بيتيس أمام فيدال. ريزادور ميسي يحاول مرور، يحافظ على كورته، لا زالت خطيرة وقوية. بيكي 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 البرشلوني بالفطرة خلص الكرة في آخر لحظة. بيكي بعد كرة باتجاه المرمى، شباك رايحة، ولكن بيكي فينا اليوم. وكوني معنا إلى اليوم، وكوني معنا إلى طبعا هنا ركنية، وتحركت طبعا هنا ركنية، وتحركت المشجعين في منتهى الخطورة من روبن. كل الخطورة دائما من روبن كاسترو، وهذه ركنية رابعة لبيتيس من روبن. كل الخطورة دائما من روبن كاسترو، وهذه ركنية رابعة لبيتيس مقابل ركنية واحدة لبرشلونة. الكرة في الدقيقة 30، حديث بين حكم المباراة واللاعبين، تتعالى أصوات المشجعين. بيتيس جاء عندهم شعور قدرتهم على التسجيل في مرمى برشلونة، أن يؤدوا مباراة كبيرة ضد برشلونة اليوم. حدث بأتم مع الكلمة مقابلة البارسا. هذه عرضية بعدها دفاع، لا زالت خطيرة، ولكنها مرت وإلى ضربة مرمى. مرت وإلى ضربة مرمى. نعم، مقابلة واحد من أندية القمة بالتأكيد أمر مهم جدا، بالذات للمشجعين المتحمسين في مثل هذه المباريات.
الكرة تعود في وسط الملعب تفاهم في اللقطة الماضية لريال بيتيس. طويل الكرة على جهة اليمين. الحكم الابتعاد. سواريز كان يحاول يحصل على الكرة، ينفذ الرمية الجانبية سريعا مستغل المرتدة، حاول التمويه عليه، منع المدرب فيكتور. الكرة تعود لماتيو. ماتيو إلى تير شتيجن. تير شتيجن. ليونيل ميسي في وسط الملعب. ليو إلى أردا توران. دينيس سواريز. مرور جميل من جانب أليكس فيدال على جهة اليمين. انطلاقة لبرشلونة خطيرة. فيدال. أليكس فيدال يحاول مرور، ولكن أمام تغطية وتدخل أكثر من لاعب أمام فيدال. أكثر من لاعب أمام فيدال. بالقليل من الأخطاء عناصر بيتيس في مباراة اليوم، بالقليل من الأخطاء. مرور جميل على الخط ونزلت لكنها خرجت ورمية جانبية. برشلونة مطالب بالتغيير. نعم، بهذه الوضعية قد يخسر نقطتين في مباراة اليوم إنريكي، لذلك مطالب بإحداث تغيير وتحسين وضعية برشلونة. الشوط الأول أفضلية واضحة لبيتيس. نيمار عودة للوكا دين. لوكا دين. راكيتيتش. لمسة في وسط الملعب عند ليو. ميسي محاصر. ميسي يحاول أمام أكثر من لاعب. تمريرها باتجاه نيمار بعيدة وضربة مرمى بعيدة عن نيمار اللي كان يطالب بخطأ ضده في اللقطة الماضية، انه شد على نيمار. سنشاهد في الإعادة ماذا حدث مع مدافع بيتيس بالنسبة للنجم البرازيلي نيمار. على أي حال الشوط الأول تقريبا ينتهي بهذه الوضعية. الشد كان موجود نعم من القميص، وبعد ذلك ضاعت الكرة على برشلونة. صافرة تنطلق في هذه الأثناء. لم يسجل برشلونة، ظهر بشكل جيد بيتيس. انتهى الشوط الأول بهذه الوضعية، بهذا التعادل بالتأكيد هو بطعم الخسارة لبرشلونة، لذلك ننتظر